لما بنقول روتين الصحيان متأخر فده يعني بصوا بيكون كده اليوم ايه متعفرط ومبنكونش عارفين نمسكه ازاي. تعالوا كده اول حاجة نبتدي بفنجان القهوة، هنخش المطبخ بكل ثبات انفعالي، ما تتهزيش ولا بصي إيه، تمام احنا تمام. هنخلي الدنيا الوقت كلها زي الفل، بس تعالي كده علشان نبتدي صح ونشوف هنعمل ايه وننجز في الوقت المطلوب ونخلص كل اللي ورانا واحنا مية مية. حصلت الظروف صحينا متأخر، تعالي بقى اشوف هنعمل ايه. انا طبعا اول حاجة ابتديت بيها الغدا لانه هو هياخد وقت معايا، فعلشان انجز معايا هبتدي بيه الغدا اخلصه، علشان طبعا وقت الغدا هيجوا وهيكونوا جعانين، فهنخلص الغدا بتاعنا ونجهزه وهو بيستوي بقى على النار كده. هنخلص بقى ايه حاجتنا مع بعض كده واحنا الاكل بيستوي على النار. انا طلعت اللحمة دي سلقتها في الاول، قصدي ان انا قطعتها كده وهسلقها معاكم. خليكم معايا واحده واحده علشان تشوفوا هنعمل اكله روعه يعني، والدنيا كده بايظه مش عارفه ايه. هبصوا هنطلع برضو هنعمل احلى غدا واحلى اكل وهنخلي الدنيا كلها زي تمام الوقت. بس اول حاجه انزلوا اعملوا لايك للفيديو ده علشان اكتر عدد من الناس تشوفه. عايزه كده اللايكات، فجروا الفيديو ده لايكات. طبعا قطعت اللحمه قطع صغيره عشان تستوي معايا بسرعه. بعد ما قطعتها جبت الحله بتاعتي، شويه زيت صغيرين عليهم فصين مستكه حبهان. اول ما الزيت سخن طبعا والمستكه ساحت ببتدي انزل باللحمه. لازم تنزلي والزيت سخن عشان تاخد الصدمه كده والمسام بتاعتها تتسد واللحمه بتاعتك تكون جوسي وطريه. بعد كده هنضيف البصل، ورق لورا، دي المنكهات، فلفل اسود حب زي ما انتم شايفين معايا كده، وقلبيهم كده. وفي الاول طبعا اول حاجه ان انا سخنت ميه على النار علشان نسلق اللحمه بتاعتي وتبتدي تغلي على طول وما تاخدش معانا وقت. احنا مفيش عندنا وقت النهارده، احنا صاحيين متاخر وكل حاجه فوق دماغنا والمطبخ عايز نظافه. فسلقت اللحمه بتاعتي كده وهغطيها وهسيبها بقى تستوي براحتها. تعالوا بقى علشان نغسل المواعين وندردش كده مع بعض شويه واحنا بنغسل المواعين. بمناسبة غسيل المواعين، يا ترى بتحبوا تشغلوا حاجة وانتوا بتغسلوا المواعين؟ في ناس بتحب تشغل اغاني، في ناس بتحب تشغل قرآن، حاجة مفيدة نسمعها. انا عن نفسي يا بنات مش بفضل الاغاني خالص، مش بفضل اصلا تسمعوا اغاني وانتوا عامه في العموم، خاصه وانتوا بتشتغلوا في البيت. لان احنا طبعا عارفين يعني في ناس اكيد في ناس هتختلف معايا، بس انا عن نفسي الاغاني طبعا احنا كلنا عارفين الاغاني حرام، ويفضل ان احنا نستبدلها بحاجه يعني تفيدنا. يعني ممكن نشغل قرآن. انا عاده بحب اشغل قرآن في البيت واعلي الصوت كده وانا بنظف، لكن وانا بغسل المواعين دايما بحب اشغل درس كده اسمعه. مثلا لو بتابع سلسله، مثلا سلسله دروس معينه مثلا في الدين مع الموضوع مهم، او حتى او اي حاجه عن التنميه في التنميه البشريه، او ازاي ان احنا ندير حياتنا، او ازاي ان احنا نتعامل مع الناس. اللي هي الدروس دي بتكون حلوه جدا، بحب اشغلها وانا بغسل المواعين، لان مثلا ايه انا بكون واقفه في المطبخ بغسل المواعين مركزه في حاجه انا بعملها، فبالتالي ودني مع الدرس اللي انا بسمعه. لكن في البيت بقى بحب طبعا ايه اشغل قرآن. فيعني ما هو يعني القرآن بيكون جميل جدا في البيت، يعني بيديك طاقة إيجابية، بطرد الشياطين، كله بركة يعني بصراحة. فدايما استغلوا وقتكم في المفيد، يعني الحاجة المفيدة اللي هتفيدكم اعملوها. تعرفوا يا بنات ان في ناس بتحفظ صور كاملة من القرآن الكريم من السماع بس؟ يعني مثلا هم متعودين مثلا وبيشتغلوا في البيت بيشغلوا سورة البقرة، فتلاقيها مع الوقت ابتدت تردد مع سورة مع الشيخ اللي بيقرأ آيات السورة، فتلاقيها مع الوقت ابتدت تحفظها. يعني لو قرأتها مع نفسها مرتين 3 4 تكتشف انها حفظاها. فدي طريقة حلوة جدا جدا لحفظ القرآن الكريم، خاصة بقى ايه اللي هم ستات البيوت اللي عندهم اطفال صغيرين، اللي مش اللي ما بيعرفوش يخرجوا من البيت مثلا لحضور درس قرآن. اللي اقصد اقوله يا بنات ان في مثلا ان دي طريقه سهله جدا جدا تقدري من خلالها تحفظي القرآن الكريم بسهوله، وانت يعني ما بذلتيش مجهود، ده هو انت بتشتغلي في البيت كده كده فمشغله القرآن الكريم، فتلاقيكي حفظتي بقى وسبحان الله اخدت من بركاته، وتحسي كده ان وقتك فيه بركه، تحسي ان يومك جميل في ايمانيات عاليه. وكمان في ناس بتحب تشغل اذاعه القرآن الكريم، مش مثلا تشغل شاشة التلفزيون او كده. فكل دي حاجات حلوة جدا جدا. يعني اللي انصحكم يعني لو حد بيسمع اغاني او موسيقى او كلام من ده يستبدله فورا ويوقفوا فورا ويستبدلوا بالقرآن الكريم.
طبعًا إحنا بنغسل المواعين بتاعتنا زي ما أنتم شايفين، وخ خلّص في مواعين تانية طبعًا بتتغسل طبعًا يعني مش عارفة بتيجي منين، فإحنا زي ما أنتم شايفين في أول الفيديو إن كان عندي شغل كتير في المطبخ، فبابتدي أخلّصه كده والأكل بتاعي على النار بيستوي. تعالوا نكمل اللي كنا بنحكي فيه، اللي هو مسألة حفظ القرآن من خلال السماع وأنتِ مشغّلاه في البيت. زي ما في ناس برضو تانية بتشغل اغاني او موسيقى وهم بينظفوا او بيشتغلوا في البيت، بعد فترة بتلاقيهم بيرددوا كلمات الاغاني دي وحافظينها. طيب ليه انا اخد ذنوب وسيئات على الفاضي طالما انا ممكن احفظ حاجة مفيدة، حاجة تنفعني، حاجة اخد عليها ثواب كبير من ربنا وهنول البركة في حياتي بسببها. فشغلي كده القرآن الكريم دايما وانت بتشتغلي في البيت، هتلاقيكي حفظتي والله العظيم صور كتيرة جدا من القرآن، وهيكون سهل كده على لسانك، وربنا يعيننا وإياكم يا رب. يعني دايما يعني نكسب دنيتنا وآخرتنا كده. ولو حد فيكم حفظ صورة او كده من السماع، اكتبوا في التعليقات تحت، اكتبوا تجاربكم تحت علشان برضو غيركم ما يدخل على الفيديو ويشوف التعليقات تحمسوا غيركم. دايما اللي بيعمل عادة مفيدة او عادة كويسة قولوها يا بنات لبعض علشان نتعلم من بعض ونعين بعض. الدنيا دي محتاجة كده، محتاجة ان احنا نكون صحبة خير مع بعض ونعين بعض على الخير وعلى طاعة ربنا وعلى اللي ينفعنا. وطبعا ما نصاحبش اي حد تاني يجيب لنا احباط او يجيب لنا سلبية او يقول مثلا او يستصغر الحاجة اللي احنا بنعملها. لا، ما تستصغروش اي عمل خير، اي حاجة كويسة اوعوا تستصغروها، يعني خير الاعمال ادومها وان قل. بعد كده بقى مسحت الرخامة زي ما انتم شايفين كده بالسلكة والصابون، لمعتها كده على السريع زي ما انتم شايفين معايا. اهم حاجة طبعا الرخامة ونظافة الرخامة دي اساسي جدا جدا. طبعا بيقع عليها حاجات كتير وما ينفعش ان احنا نسيبها طبعا عشان الحشرات، لازم تنظفوها، وفي منظفات معقمة وفي منظفات يعني مفيدة يعني في الموضوع ده. فانا هنا غسلتها كده بالسلكة والصابون، طبعا بتجيب معايا من الاخر وبتخلي الدنيا زي الفل وبتلمع. وبعد كده همسحها كده بحاجة نظيفة علشان اشيل كل الصابون ده من على الرخامة. وزي ما انتم شايفين منظرها بقى نظيف وزي الفل. زي ما قلت لكم ما تقلقوش، احنا هنخلي كل حاجة تمام وزي الفل مع بعض. ده وكانت اللحمة بتاعتي زي ما اوعى تنسوا اللحمة على النار، احنا سايبينها على النار بتتسلق عشان هنكمل بقية مكونات الأكلة بتاعت النهاردة. الغدا بتاع النهاردة هنعمل مع بعض صينية بطاطس باللحمة خطيرة. تعالوا بقى هنا نشوف وبرضه هنزلها لكم فيديو لوحدها طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة من غير من غير الروتين بتاع تنظيف المطبخ، علشان اللي عايز الأكلة بس على طول يعني يدخل يشوف الأكلة ويعملها. اللحمة بتاعتي كانت تقريبا دخلت في التسوية بتاعتها وضفت لها الملح. انا بضيف الملح للحمة في آخر يعني ما تستوي. بعد كده مكونات الاكله بتاعتنا، شفتوا الحركه دي بحركه البطاطس والطماطم. مكونات الاكله بتاعتنا هي بطاطس، طماطم، فلفل، توم، بصل كده. في زودوا البصل في صينيه اللحمه، البطاطس بتكون جميله جدا، بتودي طعمها في حته تانية. انا هنا جبت بصله كبيره كده يعني محترمه وقشرتها وبدات اقطعها كده. قطعت الجزء شرايح والجزء التاني هقطعه مفروم ناعم زي ما انتم شايفين كده بالسكينه. انا بفضل الاكله دي البصل بتاعي يكون متقطع بالسكينه، ما بفضلش فيها الكبه خالص، عشان البصل كده بيبقى حلو في صينيه اللحمه بالبطاطس، بيكون له شخصيه كده في الصينيه، يعني ما يكونش دايب كده ومش باين. طبعا دي اذواق وكل واحد على حسب ما بيرتاح يعني. بعد كده ما قطعنا البصل بتاعنا هنبتدي نقطع الفلفل الاخضر. انا استخدمت واحده فلفل اخضر بارد حلو يعني مش حار، وواحده حار شويه علشان يعني النكهه برضو تكون حلوه، يعني فيها سنه سبايسي كده بتكون حلوه جدا. وقطعت الفلفل بتاعي كده، وكمان هقطع طماطمايه هقطعها شرايح رفيعه. كمان احنا غير الطماطم اللي احنا هنضربها في الخلاط دي بتبقى طماطمايه كده مع الصينيه بتكون حلوه جدا برضو، بيبقى شكلها حلو يعني اعملوها زي ما انا بعملها كده وهتعجبكم والله. اللي وصل لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر اعجبني، شايفاك يا اللي ما ضغطتش على زر اعجبني.
يلا اضغط على زر اعجبني، اللي مش مشترك في القناه يضغط على زر الاشتراك، يفعل الجرس علشان لما انزل فيديوهات جديده يجيلكوا اشعار ان انا نزلت فيديو فتدخلوا تشوفوه اول ناس. بعد كده ما قطعنا البصل والطماطم والفلفل، هنضيف بقى ايه البهارات والتوابل بتاعتنا. معانا ممكن طبعا احنا معانا البهارات الاساسيه اللي هي الفلفل الاسود، الكمون، الكزبره الناشفه، دي بهارات اساسيه وهتطلع معانا الاكله زي الفل. في بقى بهارات تانية اضافيه زي رشه قرفه، رشه زنجبيل مطحون، رشه بابريكا. حاجات دي ايه اضافات والله لازم يعني والله العظيم بتخلي الاكله برضو حلوه، بتخلي نكهتها اقوى. فاللي ما عندوش التوابل دي يكتفي بالفلفل الاسود والملح والكمون والكزبره الناشفه هتبقى تمام وزي الفل. وزي ما شفتوا انا هنا زودت التوابل اللي قلت لكم عليها في الاول. بعد كده دعكت البصل والطماطم وكله مع التوابل اللي انا عملتها دي. وكمان قطعت بقى ايه البطاطس بتاعتي حلقات زي ما انتم شايفين. بعد ما قطعت البطاطس بتاعتي حلقات زي ما انتم شايفين كده، يعني سمكها وسط كده، هقلب البطاطس بتاعتي حلو جدا مع الخضار والتوابل بالشكل ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شايفين منظر الصينيه جميل جدا. تعالوا بقى علشان نفرم طماطم في الخلاط علشان نضيف صلصة الطماطم دي على الصينية عشان هتستوي فيها. طبعا اللحمة مستوية، احنا هنسوي ايه، هنكمل بقية التسوية بتاعتها. وكمان في هنا ضفت الثوم فرمته مع الطماطم. هنا اللحمه بتاعتي استوت اهي زي ما شفتوا. وهضيف بقى قطع اللحمه على الصينيه، هطلعها من الشوربه كده واضيفها على الصينيه بتاعتي. فرمت الطماطم في الخلاط وهضيفها على الصينيه زي ما انتم شايفين. وكمان هزودها من الشوربه بتاعت اللحمه اللي احنا لسه عاملينها مع بعض، مش هزودها ميه، هزودها من الشوربه بيكون طعمها احلى. وكمان هضيف حوالي ملعقتين كبار من الزيت على وش الصينيه كده، وهسويها على البوتاجاز من فوق. طبعا ممكن تدخلوها كامل التسويه في الفرن، بس انا سويتها على البوتاجاز كده من فوق، وبعد كده دخلتها الفرن تحت الشوايه بس عشان تحمر من على الوش. الريحه بصوا رهيبه، الطعم ما اقولكوش. جربوها بالطريقه دي والله هتعجبكم جدا. وكمان عملنا جنبها رز بالشعريه مفلفل زي ما انتم شايفين كده. وده شكل صينيه اللحمه بالبطاطس بعد ما خرجت من الفرن. ما تقلقوش هعمل لكم فيديو لوحده 5 دقايق كده 6 دقايق لوحده لطريقه صينيه البطاطس باللحمه، علشان لو حابين ترجعوا له في اي وقت ترجعوا له بدون الروتين ده عشان الفيديو ده طويل. وهنا كان الرز بتاعي خطير، وصينيه البطاطس باللحمه خطيره، الشوربه خطيره. يعني بصوا ما فيش احلى من كده. طبعا هاتوا بقى ليمونه واعصروا على الشوربه دي تحفه. شايفين شكلها عامل ازاي بالمنكهات اللي احنا حاطينها فيها. تعالوا بقى لسه في مواعين تانية بقى هنغسلها برضو. في مواعين اهي، شوفوا بصوا يا جماعه احنا 4 افراد، الكوبايات دي كلها جت منين مش عارفه. تعالوا بقى بعد ما غسلناهم هنرصهم كده ونرجع كل حاجه مكانها. اهم حاجه التنظيم، ويعني بصوا اما تلاقوا كده كل حاجه منظمه بيبقى حلو قوي. وغسلنا الترابيزه بتاعتنا كده طبعا بسلك والصابون برضو علشان تلمع كده ومن اي حاجه فيها. وزي ما انتم شايفين معايا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بنلمع كل حاجه زي ما انتم شايفين معانا كده، وبعد كده بنمسحها وننشفها ونرجع كل حاجه مكانها زي ما احنا قلنا. هنرجع كل حاجه فل الفل. كملوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا شكل المطبخ بقى عامل ازاي. وطبعا البوتاجاز بتاعنا اللي احنا ما كناش غسلناه وطبخنا عليه من غير ما نغسله بسبب الاستعجال عشان احنا متاخرين. هو ده كده ما يكون يوم استثنائي بنعمل كل حاجه بسرعه بسرعه بسرعه. وغسلت البوتاجاز بتاعي بعد ما خلصت. طبعا ما تقلقوش يا جماعه، ما يكون كده يعني يوم كده ما تضغطوش على نفسكم، ما تحملوش نفسكم فوق طاقتها. احنا بشر، احنا زي بعض. ساعات بنكون كل حاجه تمام ومظبوطه، وساعات حاجات بتقع مننا، فبنرجع تاني نظبط الدنيا ونرجعها زي ما كانت وزي زي الفل. وربنا يدينا واياكم الصحه يا رب، ويعيننا على امور حياتنا وبيتنا كلها، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا. بعد كده خليت البوتاجاز زي الفل ورجعت كل حاجه زي ما كانها. وتعالوا بقى علشان نمسح الارض بتاعتنا ونلمعها علشان نفرش المطبخ بقى على نظافه. هنا بقى ابتديت كده حطيت منظف في الميه، ميه دافيه علشان اي حاجه لازقه في الارض تروح من الارض. وابتديت كده امسح المطبخ بتاعي كله كده زي ما انتم شايفين معايا.
وبعد ما مسحناه طبعا هنسيبه ينشف، وبعد كده هنفرش. تعالوا بقى بسم الله ما شاء الله تبارك الله لا قوة الا بالله. الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لا اهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله ان ربنا اعني وقدرت اخلص المطبخ بتاعي زي ما انتم شايفين معايا. صلوا بقى على النبي في التعليقات يا بنات، اكتبوا بقى لو انتوا صاحيين متاخر يومكم بيبقى عامل ازاي، يا ترى بتنجزوا فيه ولا بتسيبوه كده يضيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.